في تطور جديد في سوريا، تم تعيين مرهف أبو قصره وزيرا للدفاع في الإدارة السورية الجديدة. مرهف الذي كان يعرف سابقا باسم أبو حسن الحموي يعد من القيادات البارزة في هيئة تحرير الشام، وله تاريخ طويل منذ بداية الثورة السورية في 2011. ظهر اسمه الحقيقي لأول مرة في مقابلة مع وكالة فرانس بيرس في 17 من ديسمبر 2024 بعد 9 أيام من سقوط بشار الأسد ونجاح هيئة تحرير الشام في السيطرة على دمشق. مرهف أبو قصره البالغ من العمر 41 عاما هو من مواليد محافظة حماة، ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق. بدأ مسيرته العسكرية في صفوف المعارضة السورية منذ بداية الثورة، وكان مسؤولا عن تطوير القدرات العسكرية لهيئة تحرير الشام على مدار السنوات الماضية. بعد سقوط بشار الأسد تم ترقيته إلى رتبة لواء من قبل أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية. في مقابلة صحفية أشار مرهف إلى رؤيته العسكرية للمرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية بشكل شامل، مع التركيز على أن جميع الوحدات العسكرية يجب أن تتوحد تحت قيادة واحدة وهي هيئة تحرير الشام. كما أكد أن الهيئة ستكون أول فصيل مسلح يسلم أسلحته وينضم إلى القوات المسلحة السورية. وتطرق مرهف أيضا إلى تحديات كبيرة أمامه، مثل إعادة تأهيل الجيش السوري، حيث يواجه مشكلة كبيرة مع فلول نظام بشار الأسد الذين كانوا جزءا من الجيش والميليشيات التابعة له. ستكون مهمة مرهف الأولى هي إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد وتغيير ولائهم من نظام الأسد إلى الدولة السورية، مما يتطلب إعادة بناء على الصعيدين الذهني والعسكري. أما عن التحديات العسكرية التي يواجهها مرهف، فإن الأولوية هي بناء جيش سوري قوي قادر على مواجهة أي عدوان خارجي، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية للجيش السوري. مرهف سيتعين عليه العمل على تعزيز الدفاعات الجوية وتدريب الجيش السوري في مناورات عسكرية، وقد يستعين في ذلك بالدعم من بعض الجيوش العربية أو التركية. فيما يتعلق بالقضية الكردية، تحدث مرهف عن ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد ضمن الجيش السوري، مع رفض أي محاولات لتشكيل فيدراليات داخل سوريا. هذا سيشكل تحديا كبيرا في التعامل مع الأكراد والعلويين، حيث يحتاج مرهف إلى استيعابهم وضمان عدم استبعادهم من العملية السياسية والعسكرية. وأحد أكبر التحديات التي ستواجه مرهف هو مواجهة إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالجولان السوري والعدوانات المستمرة على الأراضي السورية. مرهف يسعى لإعادة تأكيد السيادة السورية على الجولان في وقت تتزايد فيه التقارير حول مخططات إسرائيلية لتقسيم سوريا إلى كانتونات. من وجهة نظر مرهف، فإن بناء جيش سوري قوي ومنظم سيكون الأساس لنجاح أي محاولة لإعادة بناء الدولة السورية. ويعتبر أن التحدي الأكبر الآن هو إيقاف التدخلات الأجنبية مثل الهجمات الإسرائيلية، والتأكد من أن الجيش السوري قادر على الدفاع عن أراضيه. إن بناء الجيش السوري وتوحيد الفصائل المسلحة سيكون مهما لخلق دولة قوية ومستقلة، وفي الوقت ذاته يتعين على مرهف أن يتعامل بحذر مع التحديات الداخلية والخارجية التي قد تهدد الاستقرار في سوريا.